5 طرق علشان تحمي نفسك من العلاقة السامة. الطلاق مش دايما بيكون هو الحل في العلاقات السامة، لأن في أوقات بيكون فيها الظروف أقوى منك، بس ده مش معناه إنك أنت تضحي بصحتك النفسية. علشان كده في الفيديو ده هتاخد فيه أفضل 5 طرق علشان تتعايش في علاقة سامة أنت صعب تخرج منها. رقم 1، استراتيجية الصخرة الرمادية. الشخص السام بيعشق الدراما، بيعشق ردود أفعالك القوية، فعلشان كده أنت تعمل إيه؟ بالظبط كده، خليك زي الصخرة، بارد، ما بتصدرش أي مشاعر، ردود أفعالك كلها باردة وما فيهاش أي عاطفة. رقم 2، الحدود. ابني سور حوالين نفسك، مش لازم تحكي له عن أحلامك وطموحاتك ومخاوفك اللي أنت بتخاف منها، ما تديلوش السلاح اللي هيستخدمه ضدك في أي خناقة. رقم 3، الواقعية. ما تحاولش إن أنت تغيره أو تطلب التقدير منه، لأنه ببساطة مش هيتغير علشانك. مفيش حد بيتغير إلا إذا كان من جواه مؤمن إن هو غلط ولازم يتغير. رقم 4، الحياة الموازية. عيش حياة موازية، حياة تدور فيها إنك تشحن طاقتك من مصادر خارجية زي صحابك، أهلك، شغلك، هواياتك. اتعلم حاجة جديدة تساعدك إنك تكون بطاقة إيجابية، ما توقفش الحياة عنده، بس أهم حاجة إن المصادر دي تكون مصادر صحيحة ما فيهاش أي حاجة غلط. رقم 5، المراقبة بدون انفعال. اتعلم ان انت تراقب عن بعد، بدل ما تغرق في المشاكل وحلولها، لا، حاول ان انت تشوفها من بره بالظبط زي مخرج السينما، وده هيساعدك جدا انك تقلل من وجعك وتتحكم في اعصابك. انا اتفق معاك ان دي مش حياة مثالية، بس على الاقل دي خطة نجاة انك تساعدك ازاي تتعايش في العلاقة دي. ولو انت مش قادر تطبقها لوحدك ومحتاج اي مساعدة، تقدر تبعت لنا على رسائل الصفحة. ودلوقتي جه الوقت اللي انت محتاج فيه تعمل فولو لمساحة نفسية لو انت بتدور على الراحة الحقيقية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وافتكر دايما ان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.